اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مجلس جديد من مجلس القادة، The Leaders مجلس. النهاردة المجلس بتاعنا الفيرجن التفاعلي. احنا يبقى عندنا في مجلس ممكن يبقى بودكاست معانا ضيف، بنتناقش في موضوع معين مع الضيف. وفي مجلس احنا مع بعض اللي بنتناقش في اي موضوع احنا حابينه. احنا النهاردة هنبدأ بتوبيك عام. احنا استشارات عامة عن اي حاجة ممكن تكون بتشغل بالنا في الدي تو دي اكتيفيتيز او الشغل بتاعنا عموما. حاجة تعامل مع الزملاء، تعامل مع المديرين، تحضير لجوب انترفيو، استشارات بخصوص السي في وهكذا. نورنا طبعا ناس عزيزة جدا عليا النهاردة. معايا خالد الغزالي أبو عمار، سينيور سولوشن اركتكت، كان معانا في الركحي. ومعانا كمان دكتور خالد ابو علي، من المدربين المعروفين جدا في مجال إدارة المشروعات. وباقي الزملاء مغازي وصبحي وعلي وريهام وهاجر. اهلا وسهلا. حد يحب يريز اي بوينت او حد يحب يتناقش معانا في اي حاجة الاول؟ اي حد يقدر يفتح المايك او يكتب لو عنده مشكلة في انه يفتح المايك لأي سبب. كل الاوبشنز متاحة. لو محدش هيتكلم هتكلم انا بحب المايك جدا وبحب اتكلم على طول. طيب، احنا التوبيك اللي بجهز ليه ان شاء الله ان هيكون معانا ضيف فيه هو الامبلوي ويل بينج للموظف. ازاي ان احنا نفكر فيه طبعا. الويل بينج ممكن تترجم الحياة الطيبة، ممكن تترجم بنسميها احيانا الويل بينج الثقافة الحياتية. ليها ترجمات مختلفة. لكن انا الحقيقة ببص على الويل بينج من منظور الامبلوي ويل بينج. ازاي بيبقى بينظم وقته، يبقى ليه حياة خاصة بعد الشغل. هل تؤمن بوجود حياة بعد الدوام ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا دكتور خالد. وبيبقى عندنا الويل بينج في انك يبقى ان لنفسك عليك حق، ان لبدنك عليك حق، ان لاهلك عليك حق، اولادك ليهم عليك حق. كل ده بيتنسي احيانا كتير في وسط موجة الشغل. فدي من الحاجات الحقيقة اللي انا بحاول، يعني مش بزعم ان انا اشطر حد فيها، ولكن الحقيقة بحاول ان اقدر اركز في ده شوية، او ان انا احاول اديله اولوية كبيرة. فإن شاء الله يكون معانا حد قريبا، بودكاست نتناقش في إزاي بننظم الموضوع ده. ناس كتيرة بتبقى بتشتكي من ضغطة الشغل، إن هو بيوصل أحيانا ما عنده اضطراب في النوم، بيجز على أسنانه وهو نايم، ويضطر إن هو يروح يعالج أسنانه. عنده اضطراب في إن دايما القولون ضارب عنده، القولون العصبي وعمايله كوابيس زي ما دكتور خالد بيقول. حاجات كتيرة بتبقى بتحصل لنا وملهاش لازمة، يعني مش مستاهلة. يعني اضطرابات المعدة أو القولون، كل الحاجات دي بتحصل لنا غصب عن هو. للأسف النفس البشرية مش سهل التحكم فيها. موضوع داخل فيه كيمستري كتيرة أو الهرمونات بتاعتنا، وداخل فيه النفس غير يعني مش مكنة، مش حاجة ان احنا نقدر ايه بزرار كده هسويتش انا دلوقتي كويس، انا دلوقتي مش كويس، انا دلوقتي زعلان، انا دلوقتي هبقى تمام. والموضوع بيقلب بعد كده بقى بحاجات غلط، زي مثلا بنسميه impulsive eating او stress eating، ان الواحد يبقى بياكل من الضغط. فبالتالي الموضوع ينعكس بعد كده، يقلب بسمنة، يقلب بسكر، يقلب بأمراض ملهاش لازمة. وفي الامبالسيف بيرتشيس، اللي هو يبقى بيشتري حاجات وهو مش عايزها. الامبالسيف شوبينج، ان هو يبقى بيطلع غيظه في انه يشتري حاجات هو مش محتاجها. ممكن يعمل له كريدت كارد من بنك اسلامي ويبقى بيستخدمها ويبقى بيدفع عليها فلوس او عليه اقساط ملهاش لازمه. يشتري حاجات عشان يثبت واجهته الاجتماعيه في موبايل ولا في ساعه ولا في عربيه. كل الحاجات دي بتبقى غلط. يمكن ده من التوبكس الحقيقه اللي بتشغل بالي كتير، ان
بحاول أولي هذا الأمر أهمية، وأحاول إن أنا أكون أدفوكيت ليه، إن الناس كمان تاخد بالها من صحتها النفسية. ده واحد من التوبكس اللي إن شاء الله هيكون موجود معانا في المجلس قريبا. لو حد ليه أي تجربة في الموضوع ده، ليه أي تحديات بتقابله مع أولاد الشركة، الناس الجميلة اللي بنتعامل معاها أحيانا، وأحيانا تانية بيبقى في ناس مش جميلة يعني. فلو حد عنده أي تجربة في الموضوع ده ويحب يشاركها معانا، المايك معاك في أي وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا حمود. الله يبارك فيك يا لك، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ لا يعطيك العافية على اللقاء الجميل. ربنا يبارك فيك. عذرا دخلت متأخر شوي. بس هيك تعريف سريع. يعني قبل ما أعطي رأيي. أحمد حمود، خبرة 19 سنة. أنا بارتنر بشركة اي فاليو استشارات. خبرتي كلها في تأسيس وتطوير وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع والاستراتيجيات وتحقيق استراتيجيات التميز المؤسسي والحوكمة، خاصة حكومة يعني، ومدرب ومقيم حكم دولي ل 64 دولة في العالم. ما شاء الله. الله يبارك فيكم يا رب. بصراحة في موضوع الكريدت وموضوع الاستخدام تبعها، خلينا نحكي، أو سوء الاستخدام تبعها بصراحة. يعني بجوز من المواقف اللي صارت، واحدة من المشاريع اللي قدرتها واشتغلت عليها سابقا زمان. كان لبنك من البنوك الموجودة في الأردن، يعني بتذكر. آه، وكان بصراحة واحدة من البورتفوليوز اللي معاي، كان واحد موضوع البورتفوليو الكارت، بورتفوليو كارت تحت البنك نفسه. م. ففي عدة أنواع منها بصراحة، سواء كان كريدت أو ديبت. فمن الهيستوري، المرة اللي كنا نشوف الريتم اللي كان يمشي، او نشوف على بعض الكلاينتس اللي تاخذ بيك اب هيك بعض الاحيان تشوف تيستنج وتشتغل عليها. في حدا كان يعني ساحب او مسحوب على الكريدت كارد تبعته. كان هذا البنك عباره عن موجود في العراق وموجود في الاردن يعني. له فرعين. فالكريدت كارد كان مسحوب عليها يعني اراوند ما يقارب فوق يعني بسحبه واحده ما يقارب ال 15,000 دولار. كده. يس. طبعا بالعراق هو. اه. الفكرة انه يعني لما شفنا الرتم تبعها وكيف كان هيك الليمت عالي، وعلى اي اساس كان مرفوع الليمت، يعني بناء على انه اصلا الحساب تبعه هو يعني كان من الفي اي بي، ومعطينه ليمت عالي جدا بناء على السقف الائتماني تبعه، بناء على ال- الحساب اللي عم بيغطيه اصلا يعني. بس الجدير بالذكر انه فعلا كان في مجموعه من الحركات الغريبه، اللي كلها عباره عن لو انا او التيم كان موجود. آم، فعلا انا يعني ليش اروح اضيع حالي بشراء اشياء يعني عباره عن تحف ونثريات لبيت، عباره عن فساتين، عباره عن عباره عن اجهزه كهربائيه ليست اساسيه فعليا. ولكن اليوم خلينا نحكي، كانت الطابع العام او بجوز ال- ال- الشخص هذا او الشخصيه هاي ثريه، عندها رتم معين بالحياه، زي ما تفضلت، في بايديهم كاش، او في النهايه الكارد عباره عن كاش متحرك سهل المنال. وبشتوا اي شيء. فهو كان هاي الفكره انه يعني انا اروح اطلب ليمت عالي، او انا اخذ ليمت عالي عشان اروح اشتري اشياء ممكن انا في، خلينا نحكي تعبير، هو فزدك او ما لهاش داعي في بعض الاحيان، او هو عباره عن اشياء مكمله ثانويه جدا، وممكن ما تاثر في كثير من الاحيان، خاصه عند الناس اللي اصلا اوريدي هي عم تشتري كل شيء، كان او موفر لهم كل شيء في البيت. ففي مقولة يعني، وهاي كيس طبعا كان في عندي أكثر من كيس كانت موجودة في الأيام هذيك. في اختلاف في السقف الموجود. يعني في بعضها تقريبا كان طلع بتذكر لحد الآن أكثر من 2000 3000 دولار، عبارة عن عند كلاينت ثاني كان موجود، أو عند عميل ثاني، عبارة عن بس ما يقارب مكياجات. ف... للأسف الناس بتبقى ما عندهاش الكوزمتكس. وعي ده. ايه. آه.
الوعي الفاينانشال ويل بينج، ان هو ازاي يتحكم يس. في مصاريفه. وزي ما ذكرنا ان ممكن ده يكون ليه بعد نفسي، انه بسبب الضغط العصبي فيكون بينفس الضغط ده من خلال الشوبينج. يعني يمكن 100%. بيحصل اوقات كتيره، ودي حاجه مش صح يعني اللي هقولها، ان بيقولوا الرجاله اول ما يبقى معاهم فلوس يفكر في زوجة تانية، والسيدات اول ما يكون معاها فلوس تفكر في الشوبينج. اه صح. سواء ده هلا هي مش ده صح. اللي المفروض نبقى بنفكر فيه اول ما الفلوس تبقى معانا يعني. آه، 100%. كونسبت الويل بينج اللي احنا ممكن نبقى بنفكر فيه، وان شاء الله هنناقشه في المجلس قريبا. بس الانسايت اللي ذكرتها دي مهمة جدا. لما الواحد بيشوف الاناليسز او الداشبورد بتاع مصاريف الناس، فعلا ايه ده، انتوا بتعملوا كده ازاي؟ ولا صح. ليه بتعمل في نفسك كده؟ مع انه انت بتقدر، انت اليوم بتقدر تستخدمها ولكن بطريقه ذكيه وتشمين. يعني اليوم مثال، يعني دائما لكل شيء في له مخرج، في له اسلوب في العمل. يعني انت اليوم اجمالا الكريدت كارد هو بيعطيه 45 يوم عشان يبلش يشارج عليك. فاليوم انت يو كان يوز ات يعني لامر معين، امر لتعليم، لصحه، لانزنقت بشغله انه اضطريت تصلح فيها شيء معين، واليوم انت ما معك اليوم الكاش الكافي. فانت اليوم تقدر تستخدمها وترجع تسدها خلال فتره معينه. انت اليوم هيك مش ابيوز صار عندك صحيح. في الشغل في العمل. بالعكس انت استفدت من سيرفيس معينه، انا وما حطيت على حالي اي اكسترا فيز. هذا واحد. اثنين، انا حليت مشكله بجوز موجوده عندي في طريقه معينه مؤقته. ثلاثه، انه فعلا ما ضافت علي اي شيء. فهو انا الشاهد انه مش الغلط في الموضوع الكريدت قد ما هو الغلط في الاستخدام تبع الموضوع. صحيح. وطبعا انا بقيس عليه مو بس الكريدت، اي شيء. اليوم الابيوز لاي شيء هو فعليا هو بقلب عكسي، حتى لو كان اليوم فاين محرمه، ولا كان اليوم قلم حبر. فالابيوز يعني هو اللي بقودنا انه فعليا انه كيف طريقه التعامل او العمل في الامور. وهون اصلا في مقوله بقول لك انه يعني هو الكريدت اصلا هو مصاري مش إلك عشان تشتري اشياء انت مش بحاجه لها اصلا. عشان تبهر ناس هم مش مهتمين باللي انت يا بتعمله. صح صح صح. شكرا جدا على المناقشه دي في جزء الفاينانشال ويل بينج. جزء مهم في حياتنا كلها. احنا حياتنا كلها قايمه على الفلوس دلوقتي يعني، والفلوس بقت هي كل حاجه فعلا. ف... فان شاء الله ده سنس ان هو فعلا توبيك مهم او بيلمس حياتنا كلها. فان شاء الله يكون في جزء للفاينانشال ويل بينج، وازاي ان الواحد يخطط مصاريفه. اول ما يجيله الفلوس المفروض يبقى عنده في صندوق الطوارئ، في صندوق الاستثمار. صندوق هنا ما اقصدش طبعا انك تكون بتستثمر في صناديق استثمارية، ولكن ايا كان طبيعة الاستثمار اللي انت هتكون بتستثمره، سواء في عملة او في ذهب او في اسهم وصكوك وغيرها. فده من الحاجات اللي انصح جدا جدا الواحد يهتم بيها ويسمع فيها كتير. يعني يمكن الموضوع ده خد مني زيادة عن سنتين مثلا بذاكر ازاي الواحد يبقى financial well-being، اللي هو الصحة المالية، او انه يبقى عنده التفكير السليم في الفلوس يعني. فده واحد من التوبكس المهمة اللي طلعنا بيها النهاردة. يمكن لو في lessons learned النهاردة او التيك هوم مسجز بتاعتنا، هو الاهتمام بالصحة النفسية والاهتمام بالصحة المادية. فشكرا أحمد حمود على البعد ده، كان ضروري جدا. خالد بيه اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم سعيد إن أنا السلام. معاك جدا وإن أنا شايفك. ربنا تمام. يخليك يا رب. أنا في محاضرة والله، وبس أنا مش قادر أمسك نفسي إن أنا ما شاركش. على راسي تمام، يا فأنا اعتذرت من الشباب باشا. كده. الله يكرمك. أنا لفت انتباهي طبعا الجملة الجميلة بتاعت ابن الشركة. وده كان اعتقادي، إن أنا ابن الشركة لفترة طويلة جدا، وكنت بدي أمي اللي هي الشركة اهتمام كبير واسع، اخلاص، عمل لا ينقطع تقريبا. انت حتى وانت نايم انت بتحلم بحاجات مفروض تقوم تعملها الصبح. انا من الناس اللي يمكن بقول ان انا حياتي الصبح وبالليل، اللي هو صاحي ونايم
بتفكر في نفس المواضيع. يعني المشكله اللي موجوده معايا الصبح انا بحاول احلها وانا نايم، ده ساعات بيكون اسهل. الحاجه اللي انا بفشل في عملها الصبح وانا صاحي، انا بكون فاشل في عملها برضه وانا نايم. يعني مش بحقق المستحيل حتى وانا نايم، لا بطير ولا بعمل اعمال خارقه. ف لكن بعد فتره من الزمن، فتره ليست بقصيره، رقم مفزع يعني، حد من الناس الكبار اللي موجودين بقى، من القدامى اللي موجودين في المكان، صارحني بالحقيقه وقال لي ان انا مش ابن الشركه الشرعي، وان هم لقوني الصبح على باب الشركه وهم داخلين فخدوني ربوني جوه. فاكتشفت ان انا بعمل حاجات في غير محلها، فعشت كده فيلم الخطايا بتاع عبد الحليم حافظ. بس الحمد لله ما حدش خدني قلمين ولا حاجه. بس يعني فجاه لقيت نفسي ان انا صحه نفسيه مفيش، صحه جسديه ما شاء الله، في كائن ما كده موجود بيخش قبل مني. يعني انا بخش وراه، هو بيخش الاول بعدين انا بخش وراه، باجي على مرحلتين. كويس. حواجز وهلاوس. البيت طبعا تاثير على البيت، انت ما فيش يعني الحته بتاعت السوشيال. الناس ممكن تشوفك مثلا من العيد للعيد، يعني لو لحقوا يشوفوك مثلا بعد صلاه العيد فيبقى كده انت كده لحقوك. اللي هو عدى ساعه بعد صلاه العيد خلاص يبقى خالد ده مش هنشوفه السنه دي. فكان الموضوع مفزع. الفكره او الشاهد، ويمكن كلنا متفقين عليها، انا مش بضيف جديد، لكن فكره ان احنا فعلا لازم نؤمن بوجود الحياه الاخرى. يعني احنا احنا عارف الجماعه الملحدين اياهم دول اللي هو لا يؤمن بوجود حياه اخرى، احنا لازم نؤمن بوجود حياه أخرى. احنا عايزين نكافح الالحاد الوظيفي، بمعنى ان احنا لينا حياه تانيه، لينا سوشيال، لينا اسر. ليا ان انا محتاج اقعد مع نفسي ولو ربع ساعه او نص ساعه انا اقعد فيها مع خالد، اقعد اسمع له، اطبطب عليه احيانا، احاول ان انا اشوف احتياجاته النفسيه. العمل طبعا، العمل جميل، كلنا بنجد نفسنا في مرحله ما بتبقى بتجد نفسك تماما في العمل وفي الابداع، وان انت عايز تحس ان انت عملت اتشيفمنت محترمه، الناس كلها مقدره الكلام ده. لكن العطاء بلا مبرر احيانا، او العطاء الزياده عن اللازم دايما بيعمل مشكلات. بدات انتبه للموضوع، فبدا يوجه لي اللوم على بعض الحاجات اللي انا كنت بالطبيعه اعملها وتوقفت عنها. ان مثلا الساعه 5 انا خلصت يا جماعه، ده ازاي؟ خلاص ما هو ده بقى انا خلاص. بلغت لا ده دي خطوة دي, دي هنا بدات بقى. تتطور. بدات هنا اصبحت الابن العاق مم. في الشركه، اللي تصل لمرحله ان انا بقول ان الناس بيحطوها على البلاك ليست. قلت لهم لا يا جماعه، انا تحولت الى، عارف البورد اللي هو اللي بيحطوا عليه البلاك ليست، انا بقيت البورد اللي بيكتبوا عليه. فبقيت انا اللي بينبرمبو المثل، زي ما كان اسمه ايه محمد سعد في الفيلم، قال لك ده بينبرمبو المثل. فبقيت بينبرمبو المثل ان انا الساعه 5 الراجل ده بيختفي، تليفونه ما حدش بيعرف يوصل له. بدات اتعلم ان انا يبقى عندي خط تاني، ده بتاع البيت. كنت سايبه مثلا مع زوجتي، مع اخويا، اللي هي الناس الدايره المقربه جدا، اللي هو لو في حاجه لازم يوصلوا لي فيقدروا يوصلوا لي. غير كده بطلت ادي الرقم ده لاي حد، بطلت ان انا ارد على ايميلات في وقت متاخر، ان انا اروح واخد اللاب معايا واقعد اشتغل واقعد اعمل تقارير واقعد اعمل. ده انا اكتشفت حاجه، ان مش عارف لو انت عملت ايه بداله ايه على الاكسل ممكن يحط لنا شيتين على بعض. ايه ده، انا ما كنتش عارف الموضوع ده. اقعد اجربه واجيب الملفات القديمه واقعد اعمل، اجيب التقارير القديمه قوي وابتدي ان انا اجمل واحسن واعدل فيها. لا الموضوع ده فعلا كان مهلك. انا ما كنتش واخد بالي من الكلام ده. انعكس على صحه نفسيه، انعكس على نرفزه، انعكس على صحه جسديه، ده اكيد. لكن الحمد لله يعني بدات اتعافى من فكره ان انا ابن الشركه، بدات اتعالج من الموضوع ده. ان في ولاء، في طبعا ان انت بتدي لان ده التزامك الادبي مع الناس، لكن كل حاجه ليها ليميت. يمكن دي من النقاط الاساسيه. طيب النقطه الثانيه اللي زميلنا العزيز كان بيتكلم عليها دلوقتي، عمودي كان بيقول لك احنا بنعمل في مصاريف وفي نثريات وفي حاجات بتطلع من الشركه. ده فعلا انت ممكن يكون في حاجات بيزكس واساسيه. انا بتكلم على حتى جوه الشركه، مش عليا انا كشخص. النثريات، بند النثريات ممكن تلاقيه ضخم جدا، وبيتصرف على حاجات ملهاش ادنى علاقه باللي احنا بنعمله. ممكن يكون في احتياج فعلي لحاجات ندخلها او نجيبها في الشغل، وممكن تترفض. ممكن نروح نعمل عزومه عشاء لحد من الكلاينت وتلاقيه ان هو مصروف عليها مبالغ ضخمه جدا، بينما التيم اللي عندك انا بقول له والله عارف التيم ده، مش هقول لك بقى بالريال، لو انت زودته 1000 جنيه، 1000 جنيه مصري للتيم ده، الناس دي ممكن ما تروحش. الناس دي ممكن يعني يباتوا هنا تحت المكاتب، هيناموا على المكاتب مش هيروحوا. لكن ده ما بيحصلش،
للاسف بيبقى فيه حسابات كتيره يمكن احنا ما بناخدش بالنا منها، ان انت فعلا ما فيش مصطلح ابن الشركه ده، لا ده مش موجود. انا شايف ان الحاجه الوحيده اللي انت ممكن فعلا تنتمي وتدي وتصل الى حد التضحيه الكامله هي الحته اللي انا بدي فيها الدين، بدي فيها لطاعه. اه انا معاك في دي. نظريه ان انت تبقى متطوع بالخير، ان انت الاستشهاد في النهايه او الوصول للشهاده، لا دي هي دي اللي انت تقدر تجري ورا تقول اه انا افني عمري فيها. لكن اي حاجه تانية بتاخد وتدي معاها، بتفكر فيها حسب طبيعه الامور، ما تديهاش اكبر من حجمها. المشكلات، وبنصحكم وبنصح نفسي دايما، المشكلات يكون لها ليميت، يكون لها حد. الانفعال الزياده عن اللازم صراحه اخرته مش كويسه. بيأثر علينا يعني. كنت لا بتنرفز، لا انا كان ممكن اقعد طول اليوم وانام واصحى وتاني يوم عشان المشكله اللي حصلت امبارح او طريقه الكلام اللي حصلت امبارح. الموضوع ده كان مهلك. مهم جدا. فلما بقعد اراجع يعني اما دي بقعد اراجع نصايح غالية قوي لكل اللي موجود يعني. دكتور خالد أخ كبير لينا كلنا، إن هو يقول لنا خلاصة التجربة بتاعته دي كلها. ده نقطة يعني. أولا الله هي يكرمك، لا انا أصلا مش كبير قوي يعني. مش كبير قوي، مش أنا قلت أخ أكبر. أنا ما أقصدش أكبر في السن، أكبر في مم. المقام. لا لا انا غالي، لا انا عجوز، انا راجل عجوز، بس انا بحط دايما الصور بتاعتي وانا صغير. لا لا، أنا ما قصدتش السن برضه. أنا كنت أقصد كبير في القيمة والقامة. ربنا الله يكرمك. لا والله ده انا اقل الموجودين خبره وكفاءه وعلم. جزاكم الله خيرا كفايه والله، ده انتوا قامات وناس يعني. يخليك. يسعد الواحد بالانتماء ليهم دايما دايما. اتعلمت حاوط نفسك بالناس زي ما يقولوا كده صاحب ساحب. صحيح. المقوله دي فعلا صحيحه جدا. الجروب اللي انت هتتحط فيه وياخدك لتطوير، وياخدك الارتقاء ده طبعا ما تفرطش فيهم، ما تسيبهمش. ايفن حتى لو انت قاعد، بس اللي هو قاعد يعني متواجد بتسمع انت، ما فيش حاجه اكتف بتعملها اصلا، انت كله بس بالنسبه لهم. بس حته ان انت موجود دي، اللي هو جليسهم. كما قال في الحديث ان هو انت جليس القوم، فهو رب غفر الله لهم. فانت جيت يعني زي ما تقول كده جمع العفش يعني ايه، خدوه. حلو قوي، دي جميله جدا. امل من الله. قال ربي اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين. واللي بيقولها احد انبياء الله القضاء، توفني والحقني بالصالحين، يعني هو كمان مش عادد نفسه من الصالحين، لكن الالحاق بيهم طبعا ده شيء مهم، سواء على مستوى العمل او مستوى الاسره او مستوى التقدم التكنولوجي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. وجزاكم الله خيرا على اللي انتم بتنصروه في الناحيه الله. دي، واللي انا شخصيا بتعلم منه دايما. ازاي حته الاتمته والترانسفورميشن اللي بيحصل، والحاجات بتاعت الاي اي الجديده، من الحاجات الروائع جدا. طولت عليكم، بس انا فعلا ما كنتش قادر امسك نفسي ان انا اشارك معاكم واكون موجود. جزاك دي من المرات القليله اللي يمكن بقدر ان انا اشارك في اي حاجه. دايما عندي تعارض في الوقت، بس سعيد والله ان انا موجود معاك. سعيد ان انا تواصلت معاك مباشره المره دي. ربنا يحفظك رب، الله وانا سعيد يكرمك، الله بوجودك. يكرمك. ان شاء الله نقدر تكون معانا على طول باذن الله، ونستفاد من خبرتك. باذن الله يا فندم، باذن الله. الله يكرمك، بعد اذنك. اتفضل. السلام عليكم. المايك معاك يا ابو عمار. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أم، خلوني بقى يعني أنا ممكن أروح في اتجاه مختلف شوية. أنا من النوع اللي هو يعني ممكن ما باخدش الموضوع على عصبي، يعني ممكن يعني ممكن أطول في الشغل، بس ما باخدش الموضوع على أعصابي. يعني لو في حاجة بتضايقني، فممكن اللي يضايقني الاتيتيود بتاع الناس أكتر من ضغط الشغل نفسه. يعني حد قال كلمة مش كويسة، حد عمل موقف مش ظريف، ده اللي ممكن يأثر عليا أكتر من إن والله في مشكلة ما في برودكشن ايشو في الكلام ده. فكل ده الكلام ده اللي هو إيه، هتتحل إن شاء الله، هتتحل إن شاء الله وباخدها. بس فكرة إن يعني إن أنا أقعد 8 ساعات وأروح، ممكن أنا يعني مش معاها قوي. لسبب ان احنا من الثمان ساعات اللي في الشغل، احنا ما بنقعدش الثمان ساعات كلها بنشتغل. احنا ممكن نلاقي جزء كبير، يعني 25% على الاقل، ضايع بقى في السوشياليزيشن بينك وبين زملائك. نزلنا نفطر سوا، شربنا قهوة مع بعض، حد جه خد من وقتك شوية. فتحس وانت يعني يعني مسؤول وملتزم قدام الناس ان انت تخلص التاسك بتاعتك في الوقت المحدد.
فده ما يمنعش ان انا اطور. طبعا انا مش بقول ان انا اقعد واسهر يوميا، بس بقول ان الواحد يعني ايه، زي ما هو يكون فليكسيبل. يعني الشخص يكون فليكسيبل والشغل كمان يكون فليكسيبل. انا ممكن ده الموديل اللي انا ممكن احبه. فالشغل ممكن يقول لي ايه، والله لا انت مش المفروض تيجي 8 وتمشي 4 دول 8 ساعات، لا انت معاك فليكسيبيليتي تيجي من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 10 الصبح براحتك، وتمشي وتقعد 8 ساعات وتاخد وتمشي. وفي نفس الوقت انا ادي الفلكسبيليتي، لا انا مش لازم بس اقعد 8 ساعات، انا ممكن ازود 8 اخليها 9 اخليها 10 على حسب وضع الشغل والضغط اللي موجود في الشغل، بدون ما تحمل الكلام ده على اعصابك. يعني ممكن يكون الواحد مرهق جسديا، بس نفسيا وصحيا مش، الدنيا مش مستاهله. هو في الاخر دي كلها دنيا الموضوع مش مستاهل ان انت تحمل الموضوع على اعصابك. زي ما قلت لك، هو بس الموضوع اللي يخليني مشدود عصبيا او متضايق الاتيتيود بتاع الناس. فحبيت بس اشارك ممكن بطريقه مختلفه شويه عن آه، اغلب الناس، ان هي اللي بتاخد الموضوع على اعصابها بشكل كبير يعني. جزاكم الله خير. فعلا الموضوع جزاك الله خيرا، يعني فعلا النقطة مهمة. هو مش وان سايز فيتس اول، واللي هو هي الثمان ساعات يعني الثمان ساعات. الفلكسبيليتي في الشغل والتقدير من الناس، والناس تكون شايفة ده، ما يبقاش ان في المقابل ان الواحد حاسس بالمسؤولية وحاسس ان هو بيقوم بدوره وقايم على deliverables، مش عدد ساعات ببصمة حضور وبصمة انصراف وخلاص. بس يبقى شايف ان في الاخر ده يعني ليه قيمة بيقدر، بدل ما يبقى بيبذل كل ده وفي الاخر قصاده لا ده انت مقصر وانت. اكيد الواحد بيعامل ربنا في الشغل، بس اكيد جزء النفسيات لما الواحد بيكون مرتاح في الشغل بيدي للشغل من غير ما يحسب انا قعدت النهارده اوفر تايم، ولا انا قعدت نزلت في الويك اند ولا. فالتوازن ما بين الاتنين مهم جدا. اكيد زي ما ذكرت نشرب قهوة، ننزل نصلي، حد بيتكلم معاك في حاجة بره الشغل، بترد على حد من القرايب على الواتساب ولا الماسنجر ولا. ففعلا كان لازم النقطة دي. فشكرا يعني يا أبو عمار إنك ذكرت النقطة دي، عشان نظبط الموضوع ما يبقاش اكستريم لناحية وننسى الناحية التانية خالص يعني. انا صحيح. معلش ما قدرتش امسك حالي ها؟ ما قدرت امسك حالي على كلامه بصراحه. شوف هلا بجوز بقطاعات تانية الامور كنت بي انها فيها كنترول اكثر، بس في الاستشارات اجمالا خاصه هاي الايام، وخلينا نكون واقعيين، خاصه حاليا اللي بيشتغل في دول الخليج خاصه زي السعوديه، الديماند عالي، الرتم عالي، والكومبيتيتورز موجودين، تنافسيه بشكل كثير كبير، والابديت في الاستشارات خاصه في امور لها علاقه باستراتيجيات وتخطيط استراتيجي واداره المشاريع والبي ام او مختلفه، الانوفيشن والتميز المؤسسي والديجيتال ترانسفورميشن، عباره عن آه، تطورات سريعه لا تنتهي. فهذا اللي عم بيصير، انه اليوم في ديماند، يعني يا بتقدر تلحق وبتشتغل يا لا. ففعليا اليوم يعني انا اليوم بحكي انا من تقريبا قبل 10 سنوات إشي، وقبل كورونا إشي، وبعد كورونا اختلاف ثاني، خاصة في موضوع العمل. اليوم بتسكر فعلا ال 15 ساعة ايزي، يعني سواء كان مبسوط او بخاطرك او بغصب عنك، ويا بترضى يا ما بترضى. الفكرة هون انه انا دائما بصراحة سنتي من 5 سنوات انا بجوز في الاستشارات والشغل الاستشاري من ما يقارب ال 15 سنة. اخر او بعد، خاصة بعد كورونا يعني زاد الموضوع، صار يعني الحياة كلها اختلفت. ولكن انا بحكي اليوم البزنس تاع الكونسلتنج سيرفيسز بشكل عام عم تتقدم. صار العمل فيها بصراحة عبارة عن قطاع وسخ من ناحية انه ما بيرحمك بوقت، ما بيعطيك. انا بجوز من 4 5 سنوات اعتقد انا فعلا ما قعدت مع عائلتي كويس. اذا بصح لي وقت يا دوب يعني ممكن اعطي نصه لعائلتي والنص الثاني عم بحاول تو ديفلوب ماي سيلف فيه في بعض الاحيان. فالفكرة انه يعني بالمقابل في قطاعات ثانية سواء كان تعليم، سواء كان حتى مثلا زي الطب او هذا، لا الرتم تبعهم اسهل شوي، ممكن مور كنترولبل يصير فيها شوية في طريقة معينة.
فانا من يعني بجوز كمان عاشرت كثير شركات من البيج فورز او حتى من الشركات اللوكال، سواء كان بالسعوديه، بالاردن، بلبنان، بالامارات، وفي بريطانيا. فبتطلع الريتم كيف ماشي. صحيح. فعلا يعني دائما بحكي بجوز كل التخصصات او كل الشغل بجهه، واللي بيشتغلوا في استشارات اللي ما بيرحم بجهه ثانيه. لان اليوم حتى على فكره الرؤساء او خلينا نحكي الليدرز الموجودين حتى في جهات حكوميه. يعني قبل انا وين كنت تشوف انت اليوم مدير عام اداره ما بدي، ولا وكيل، ولا مساعد وزير، يجي يقول لك تعال لي يوم الجمعه، ولا تعال يوم سبت، ولا يقعد معاك في الايام العاديه للساعه 8 و9 في الليل و10 في الليل. قبل، حتى قبل كورونا هذا الحكي ما كان موجود. ولكن من كورونا وبعد، يعني انا بحكي من 4 سنوات 5 سنوات، الحياه اختلفت، الريتم صار عالي، الديماند صار عالي، يا بترضى يا ما بترضى. فانت اليوم صرت محطوط على المحك. الوضع بقى صعب خاصة في مجال كونسلتنج، ولو يمكن اللي أقل منه شوية إنك تبقى في الفندور سايد. يختلف طبعا زي ما أنت قلت، لو أنت في بعض القطاعات بتبقى مريحة شوية، أو لو أنت في الكلاينت سايد أنت بقى اللي بتعذب الناس اللي جاية لك من الفندور. فالله المستعان، يعني إحنا سددوا وقاربوا، وإحنا بنحاول نجتهد ان احنا نلاقي وقت لنفسنا، وقت للحياة الأسرية، وقت للتطوير المهني. مجرد حتى ان الواحد يعرف يلاقي متنفس انه يحضر كوميونيتي زي ده، زي ما كنا بنتكلم من شوية، ان انت متوسط الناس اللي بتقعد معاهم فنسمع بعض، نيجي نفضفض شوية زي دلوقتي. صح. بقول لك انا حتى تاخذ اجازه في بعض الاحيان زي ما حكى الاستاذ قبل شوي، انه بيعتبروها جريمه. إيه انت ماخذ اجازه رايح وين؟ طب انا طول السنه شغال، اطلع اخذ اجازه وارجع لكم بس يعني افصل. ممنوع. يعني اليوم مثلا، يعني مثلا للاسف مثلا اليوم بحكي لكم من واقع، يعني يعني خبره واقعيه. يعني مثال عندنا في الشركه من السياسه الداخليه اليوم كدايركتور بارتنر كذا، انت حتى بدك تطلع تاخذ اجازه ممنوع تفصل. يعني لازم تليفونك معك، اللي بنقول لازم اتليست انت بترد على ايميلاتك، لازم انه انت انجيج حتى لو بنسبه 30% في انت المشاريع تحتيك، ما للأسف. تفصل نهائي. طب معناته بتصفط، ما وين الاجازه في الموضوع؟ انت وين وديت الاجازه في الموضوع؟ وديت العيال ان هم يروحوا ناحية البحر ولا حاجة وخروجه، بس انت على الموبايل، انت معاهم ما جسديا. في، للاسف. يعني للاسف. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ابو عمار ياسر، اتفضل. هو واضح إن في أبو عمار كتير هنا. احنا معانا خالد الغزالي، ابو عمار برضه. أخبارك يا حبيبي؟ عامل إيه؟ طمنا عليك. لا يا ربنا يحفظك يا رب، مبسوط انك موجود معانا. والله ده شيء يشرفني يعني بكل الموجودين، ربنا يبارك ودايما فيك. كده أنت اللي مجمعنا، ودي حاجة ظريفة جدا، واحد اتعلم كده منك، يحتكي بك. اتعلم منك يا ياسر، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا رب، الله يبارك فيك. أنا عندي يعني مشاركة كده صغيرة، لأن الواحد مر على كتير من بيئات العمل، يعني بخصوص موضوع ضغط الشغل وبتاع والكلام من ده كله. فيمكن أقربهم النهاردة، أنا رحت الشغل النهاردة الساعة 11 ونص الصبح. بتفرج عندي. لا، هو المشكلة أنا دخلت أصلا يعني ومديري موجود وكل حاجة والأمور تمام وكده، وهو سأل يعني أنت إيه اللي أخرك؟ قلت له والله يعني كان عندي اجتماعات مهمة حضرتها في البيت وبعد كده جيت وكده، والموضوع كده. فموضوع إن إحنا يعني ممكن نكون بنقلق نفسنا أو بنحط حاجات معينة في دماغنا إن دي ممكن تعمل مشاكل أو بتاع والكلام من ده كله. لكن أنا من وجهة نظري ان انت اللي بتفرض اصلا احترام الناس ليك يعني، او شغلك. بعيدا طبعا ان انت بتقابل ناس يعني برضو يعني غير اسوياء نفسيا، على المستوى الفكري وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى العقلي، حاجات كتير قوي. فالموضوع بيرجع ليك انت الاول، انت بتقيم الموقف وبتقدر على اساسه ان انت تتعامل معاه يعني. ان انا مديري مثلا، اللي انا طبعا انا حكيت لك عنه قبل كده كتير يعني. فالموضوع ان هو لا، هو كان عايزني من النوع ان هو يكتب رسالة واتساب انا ارد عليه على طول وبتاع والكلام من ده. قلت له لا، انا عندي حياة بره الشغل. يعني انا عندي حياة بره الشغل، بعد ما بخرج من الشغل انا بنسى الشغل باللي فيه. قلت له كده.
قلت له انا بنسى الشغل باللي فيه. قال لي بتنساني انا كمان؟ قلت له انت اول واحد بنساك، ما عندكش اي مشكله. يا جماعة ما حدش بكلام ياسر، عشان ياسر في الحاجات دي ما بيرحمش. اه يعني اصل انت يعني انت ايه يعني، هي بيزنس از عارف. بيزنس، انت عايزني اخلص الشغل بتاعي وكله تمام وبتاع، انا خرجت من باب الشركه او من باب العمل انساني خلاص، انا بقيت واحد تاني اصلا. فما تقعدش تقول لي بقى افتح لي ايميل وبتاع والكلام ده، انا مش شغال في ناسا يعني. فاهمني؟ فانت اللي بتحط حدودك يعني، وانت اللي بتفرض برضو الحدود بتاعتك. ويمكن ان شاء الله باذن الله نبقى ناخد لنا لقاء كده بتوسع. انا مش عايز برضو اللي انا يعني اخد الوقت كله، وحبيت برضو اسلم عليك، حجر وانت حبيبي بتسقف. والله يا محمد، وعلى المستوى الشخصي بحبك جدا يعني، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب، نفس المعزة واحدة، ربنا يبارك فيك يا رب. يعني انت، لا، اللي انت بتقوله مهم. هاجر يعني بتسقف يعني ليك على على الموضوع ده. هو انت اللي بتحط حدودك بالفعل، بس ايه، ساعات ياسر بيبقى شديد شوية مع المديرين بتوعه زي ما بيبقى حد شديد مع الموظفين بتوعه. ف ازاي بقى يعني، هي ايه، it's not what you say it's how you say. فالواحد بيحاول يظبطها يعني، عشان ايه، ما يخسرش ده وما يخسرش ده يعني. بس في سؤال جميل قوي من مغازي. مغازي في بداية الكارير. يمكن كان في كلامنا قبل كده، مغازي كان تقريبا لسه مخلص الجيش، فبيسألنا بقى امتى يوازن ما بين ان انا اقعد شوية او ازود شوية في الشغل، وامتى ان انا التزم بالثمان ساعات. هي يمكن ملهاش كتالوج يعني، بس خلينا نسمع من رضوى على النقطة دي. السلام آه، عليكم. نتناقش اكتر. وعليكم السلام، اهلا ازي رضوى. حضرتك يا فندم؟ ربنا يبارك فيك، الحمد لله كويس. معلش انا بعتذر عن صوتي بس عشان بردانه شويه، فسامحوني في صوتي سلام. الغريب ده. الله يسلم حضرتك. طيب هو انا الموضوع ابن الشركه ده هجاوب فيه على استاذ مغازي اي ثينك. معلش بس مش باخد بالي من الاسامي. وهقول فيه عندي فيه حاجتين. هو الموضوع انا شايفاه ستيجز، بمعنى لما الواحد بيبقى في بدايه الكارير بتاعه، هو اولا هو لسه مش عارف ايه هو الكارير بتاعه. احنا غالبا في بدايه طريقنا كلنا بنبقى مش عارفين احنا عايزين نبقى ايه. فلما بروح اجوين شغل معين في مكان معين في شركه او في مدرسه او وات ايفر المكان اللي انا رايحه اشتغله، المفروض ان انا بتعلم فيه كل حاجه. طب انا لسه في بدايه الكارير بتاعي ولسه مش عارف ايه بالظبط الفيتس مي تو ذا موست يعني. اعمل كل حاجه، ايه المشكله اخد تاسك هنا زياده واخد تاسك هنا زياده واخد تاسك هنا زياده. هتعلم في كل حاجه حاجه، سواء هي على المستوى الشخصي او على مستوى الكارير بتاعي. هاخد فكرة أكتر، فدي هتفيدني. هيبقى عندي علاقات أحسن، هيبقى شكلي كإيمج في المكان اللي أنا شغال فيه أحسن. فمش هاخدها فكرة أنا ابن الشركة ولا لأ، أو أنا بعمل كده عشان خاطر أنا أبقى ابن الشركة. لا، أنا بعمل كده عشان أتعلم كل حاجة في المكان. يعني أنا في بداية شغلي لما كان عندنا في الصيدلية بتاعتنا، كنت بعمل فيها كل حاجة. كنت بنظف في المكان، وكنت بتعامل مع المندوبين، وكنت بقف ببيع. كنت بعمل كل حاجة عشان أتعلم كل حاجة بالظبط. طيب بعد كده لما أنا مسكت المكان، خلاص عرفت ده المفروض هنا أعمل إيه وهنا المفروض أعمل إيه. غيرت الكارير بتاعي، بقيت تيتشر انجلش. فعملت حاجات كتير برضو في المدرسة، بقيت بشتغل هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية. لما كبرت خلاص بقيت أنا بخش، أنا عارفة أنا رايحة فين وعايزة أعمل إيه وإيه اللي مناسب ليا أكتر. وهحدد السالري اللي أنا عايزاه، لأن أنا بقى عندي الكواليفيكيشنز اللي تخليني أخش أقول أنا عايزة كذا. واخش ابقى في مكان عمل يعني افضل اصلا، يعني اشتغل في شركه فيها الصحه النفسيه، فيها الناس اللي بتراعي يعني ايه صحه نفسيه، وعارفين يعني ايه صحه نفسيه، وفاهمين يعني ايه صحه نفسيه. فكل ما هتعلم اكتر في الاول، في اول حياتي، هرتاح بعد كده. ده بعد مهم جدا، ان انت كل ما هتثقل نفسك العلم قبل القول والعمل، ان الواحد يتعلم الاول قبل ما يبقى عايز يطالب بحاجات. وزي ما قلت بعد كده بتقدري انك توصلي لمرحلة اللي بنسميها negotiate your own reality، مش your بالظبط. own salary. انت بتنجوشيت انت عايز اللايف ستايل بتاعك كله عامل ازاي. ويمكن اللي ذكرتيه ده بالفعل بيمر بيه كل الناس الناجحة تقريبا، بنسمع منهم نفس الموضوع ده، ان في الاول ترتيب اولوياتنا في المراحل الحياتية المختلفة بتختلف. انا دلوقتي لسه خريج جديد، مش متجوز، مش مسؤول من حاجة، غالبا قاعد مع اهلي. اغلبنا الحمد لله بيبقى اهله بيصرفوا عليه في البداية.
فالمرتب اللي بياخده مش هو اللي لازم يصرف على نفسه، فبيقدر ان هو يقضي وقت اطول في الشغل ويتعلم ويعرض نفسه لحاجات كتيرة، وبعد كده بيبدأ يكونفيرج بقى او يبقى مور سيلكتيف في القرارات بتاعته. بالظبط. مهم جدا جدا يا دكتور، فشكرا جزيلا على النقطة. شكرا لحضرتك يا فندم. عيد، نسمع عيد، ممكن اتفضل. نختتم بعيد بقى المجلس النهارده. اتفضل يا عيد. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. يا رب دايما. انا بس عندي اعتراض بسيط على اخر نقطه، ان هو اي حد في بدايه حياته يعمل اكتر من حاجه خارج السكوب بتاع شغله يعني. وده هيخلي ان معظم الشركات او معظم الناس اللي شغاله معاه هتبقى شايفاه خلاص ده بيعمل كل حاجه. تعالى يا باشا، الشغل ده مش لاقيين له حد يعمله، تعالى اعمله انت. آه، خد يا باشا، معلش زي ما بيقول كده الكلمه الديرتي وركس كلها خدها انت كده كده تتعلم، يلا اتعلم وروح وتعالى. فده دي حصلت معايا يعني. انا في بدايه حياتي خالص كنت في السيلز. طب خلاص، بتعرف تعمل الريبورت ده؟ اشتغل تمام زي الفل. بتعرف تعمل الشيت ده؟ طب زي الفل تمام. لما دخلت في فيلد البروجكت مانجمنت لقيت لا، كل واحد ليه رولز وريسبونسبيلتي معينه، دي بتاعتك بس ما تعديهاش. مش هقدر اعمل اكتر من كده. انا بفهم في التستنج، مش هساعد التستر يخلص شغله، دي بتاعتك. فاهم قصدي؟ لو انا عملت كده خلاص، البروجكت الجاي او المره الجايه معانا عيد بيفهم في التستنج ممكن يخلص التاسك دي، معانا ممكن يخلص. فلا، انت هتبقى بوتل نيك للموضوع كله، هتبقى زي بتحرق نفسك زي ما بنقول كده مثلا بالبلدي. دي فبس ده اللي كنت عاوز اضيف في النقطه دي. التوازن اللي بنقول عليه يا عيد. يعني انا على فكره بشتغل كبروجكت مانجر، وبدخل بنفسي في البرودكت مانجمنت، وبنحط البرودكت رود ماب مع تيم، وبقى تيست بنفسي احيانا. بس في فرق ان انت تبقى بتعمل ده وملزم بيه طول الوقت، او ان انت بتعمله عشان انت عايز تراجع على حاجه في تيست كيس معينه انت عايز تراجعها ورا التستر، في حاجه معينه الواحد بيحتاج يراجعها. فبيوازن ما بين التفويض، ان هو يفوض ناس تانية وما يبقاش كل حاجة فوق دماغه هو، وان لا، التاسك دي هتبقى عليه هو. واحيانا الشغل الزيادة مش لازم يبقى جوه الشركة. يعني انا ممكن ما اكونش اشتغلت جوه نفس الشركة زيادة، بس كنت ليا أنشطة تانية بره الشركة، especially وانا صغير. يعني انا كنت بشتغل ممكن 20 ساعة، فكان عادي اللي هو ممكن الواحد ينام 4 6 ساعات، وباقي اليوم هو بره البيت بيحاول حاجة هنا في ايفنت، حاجة يحضره، حاجة ورك شوب يحضرها، حاجة يتعلمها. احنا كل اللي بنقوله ده مفيش حاجة واحدة هينفع تفيت معانا كلنا. الولاد غير البنات، السن الكبير غير السن الصغير، اللي في منطقة في المدينة غير في منطقة بعيدة عن المدن أو في المحافظات الأقاليم. ففي تفاصيل كتير، بس الواحد بقى بيختار اللي هيبقى مناسب ليه أكتر. فالنقطة اللي ذكرتها مش بتتعارض مع اللي اتقال، بس لازم الواحد تكون في باله وهو شغال يعني. ف ده يمكن التعقيب. وهاجر بتقول حاجة شبه اللي انت قلتها، فان الواحد يحلل الفلوس من غير ما يبقى بيضغط على نفسه او ينسى نفسه في الشغل يعني. ما اظنش ان احنا هنوصل لإجابة واحدة في الآخر اللي هي هتنفع مع كل الناس يعني. آم، بس المجمل بتاعنا النهارده تقريبا ان الواحد يهتم بصحته. هيهتم بقى بصحته دي ازاي؟ كل واحد واولوياته. وتأكد انك لو قلت يس لحاجة هتقول نو لحاجة تانية. فانت لو وافقت على شغل زيادة فهتيجي على خروجة مع اصحابك. هل الخروجة اللي مع اصحابك دي كانت هتبقى الاهم، ولا الشغل الزيادة اللي انت كنت هتعمله؟ ترتيب اولويات. هل لو قعدت مع اهلي او قعدت مع اولادي اطفالي، هل هيبقى ده الاولى النهارده؟ ده الاولى النهارده، لان هم مش هيفتكروا الفلوس اللي جبتها لهم قد ما هيفتكروا الايام اللي انا قعدت معاهم. بس لو جيت على نفسي في يوم وزودت حاجه عشان بس في مشروع معين عايز اخلصه، في مايلستون، في ديليفربل معين محتاج اخلصه، في الاخر هي تقييمات شخصيه لكل واحد يعني. ف الله المستعان. يعني من الأدعية اللي الواحد بيحافظ عليها اللهم اهدني وسددني، من الأدعية اللي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الواحد يدعي دايما اللهم اهدني وسددني. فده من الأدعية المأثورة الواحد بيحاول يحافظ عليها. فربنا يهدينا جميعا ويسددنا. انا ممكن معلش. اضيف حاجه أكيد. بسرعه، مش هاخد من وقتكم كتير. انا من الناس اللي كلير قوي في حياتها وبتحب الحاجه تكون محدده جدا.
فانا اول ما ابتديت في الكارير بتاعي، لما انا بروجكت مانجر، يعني انا دلوقتي سينيور، بس انا ابتديت كبروجكت كوردينيتور. فلما كنت باخد شغل حاجات مش حاجتي، او لما مثلا هي حركات طلعت انا ما كنتش فاهماها، بس ايه، الكوليجز بتوعك بيحطوك في حاجات من غير ما انت تحس، وايه، ويلا اعمل انت دي، ويلا اعمل انت دي، وادخل في دي. فانا كنت بدخل في اكونت مانجمنت، كنت بدخل في سيلز، كنت بعمل كوتيشن وابعتها للكلاينت، وانا عارفه ان ده مش دوري، وفي اوريدي تيم مسؤول عن كده. المهم في الاول كنت ببقى متضايقه جدا، وانا ليه اعمل كده، ودي مش حاجتي، ودي مش عارفه ايه. بعد كده لما كبرت، انا دلوقتي خبره 5 سنين، مش كتير قوي، بس انا بقيت دلوقتي مبسوطه ان انا شفت الدنيا من فوق كده بتبقى ايه اللي بيحصل فيها، وشفت ازاي اعمل ده، وازاي اعمل ده، وازاي اعمل ده. ولقيت كمان دلوقتي بوزيشنز بتطلب ان انت تكون اوير بالكوتيشن، وازاي تهندل كلاينت، وازاي تعمل كل ده كبروجكت مانجر عادي جدا. فانا at some point انا كنت بتضايق جدا، بس انا لما الحاجات دي ادتني experience قوي، وعلمتني ازاي اتعامل مع clients. انا ما كنت يعني لسه ببتدي، فمش فاهمه ازاي بنتعامل، او ايه اللي يتقال، ايه اللي ما يتقالش. فلما بقيت انا خلاص I'm facing him، فانا فهمت بعدين الدنيا بتتهندل ازاي. ولما كبرت دلوقتي انا الحمد لله اترقيت دلوقتي، بقيت تيم ليد، وانا خبره 5 سنين بس. حسيت ان لا، يعني لا، حصل يعني ايه، اتبيد اوف. انا دلوقتي فاهمه كل حاجه، وبتعامل مع كل حاجه، وبمانج كمان بروجكت مانجر وبي سي. ف فيعني هي عند وقت بتبقى رخمه، بس بعدين انا حسيت ان لا، كان المفروض يحصل كده عشان انا اتعلم الحاجات دي. بس ميرسي. بس ده جاي لك ما شاء الله، كل الناس بتشجعك يعني، ياسر وخالد وهاجر، كله بيشجعك. هو ده اللي بنسميه التي شيب سكيلز، ان الواحد يكون متخصص في حاجة بس عارف حواليها اكتر من حاجة، بعكس الاي شيب اللي هو متخصص في حاجة واحدة بس. فالويل راوندد اكسبيرينس دي بتساعد كتير جدا. ومثال عملي زي ما جهاد كانت بتحكي لنا، ده paid off في الاخر يعني. فالحمد لله، ويا رب كل تعبنا وكل اجتهادنا في شغلنا يبقى دايما بيبي اوف بنفس الفكرة واكتر، ومش بس في حياتنا ولكن كمان بعد الممات، يعني لما نروح لربنا بإذن الله على خير، نلاقي جزاء وثواب كل ده. لأن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فربنا هيشوف اجتهادنا ده، مش بس احنا مستنيين ترقية ولا زيادة من المدير ولا. فالحمد لله، الواحد بس بيحاول دايما يفتكر ان اللي هو مركزية الله في الحياة، او ان الواحد يبقى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ان الواحد يبقى دايما نصب عينيه انت بتعمل للاخره. احنا عايشين هنا هنعيش كام، 50 60 80 سنة؟ مش هتيجي حاجة جنب الانفينيتي اللي هنبقى فيها يعني. مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. نلحق نرتاح شوية قبل ما ننام ونصحى لدوامة بكرة بإذن الله. الدوامة أنا بشوفه من الدوامة يعني، فربنا يقوينا عليها. آه انا بس بعد اذنك يا باشمهندس محمد 10 ثواني بس اوضح حاجه، أنا بس الله هسيب ربنا لك يكرمك. الكلام الأخير بقى، اتفضل. الله يكرمك. انا بس الموضوع كله ان الانسان بس يحافظ على صحته النفسيه، دي اهم حاجه. دي نصيحه ليا، يعني ليا قبل اي حد. لكن انا بقالي 20 سنه في الكارير وكده، ومريت بمواقف كتير، ومريت بحاجات كتير، ويعني كده. آه، اهم حاجه ان انت تحافظ على صحتك النفسيه. انت تروح كده بالك مرتاح، وكل حاجه مرتاحه، وكل حاجه، بس دي اهم حاجه. صحتك النفسيه لا تعوض. مش شغلك اللي انت بتاخد منه الفلوس ده، انت ممكن تاخد منه الفلوس وتروح تصرفها على الادويه النفسيه وبتاع والكلام من ده كله. فالدنيا مش مستاهله الموضوع ده خالص يعني. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. وخلاص ده خير الختام يعني النصيحة دي. شكرا جزيلا لكم جميعا. لطفي بيسأل على الجروب، يبدو ان هو جاي من بره الجروب، فانا هحط اللينك بس بتاع الجروب هنا لو حد برضو مش حاضر معانا زي مصطفى لطفي مش معانا على الجروب عشان يتابع المجالس اللي جاية ان شاء الله. فانا هحطه هنا اللينك. فاللي منتظر لينك ما يمشيش على ما اجيب اللينك، احطه هنا بس. شكرا جزيلا لكم، ونلقاكم على خير في المجلس القادم اللي هيتم الإعلان عنه في الجروب. السلام عليكم. ثواني يا مصطفى أجيب اللينك بس وهحطه لك هنا حالا عشان نتشرف بيك معانا في الجروب بإذن الله.
باشمهندس محمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا عندي سؤال سريعا. صبحي. تمام. خلينا. لو يعني مش عارف، لو أو يعني ممكن اساله لك على الواتساب لو انت عايز تقفل دلوقتي او في حاجه يعني. خلينا لو قدامك. نتواصل على الواتساب في اي ابديت تاني، ماشي زي الفل. ونكتفي بهذا القدر النهارده ان شاء الله. ماشي، شكرا لك، شكرا. جزيلا شكرا لكم شكرا، جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، أنا حطيت اللينك هنا، وبرضو أي حد حابب يكون معنا على الواتساب أنا حطيت اللينك. السلام عليكم.